يا ميت اهلا وسهلين، اهلا وسهلين فيكم جميعا، اهلا وسهلا بالجميع، اهلا وسهلا باللي دخل على القناه واللي مشترك بالقناه واللي بده يشترك بالقناه. ميت اهلا وسهلين فيكم، اهلا وسهلا بالصبايا جداد، نورتوني نورتوا القناه. ولما مشتركه بالقناه تشترك بالقناه فضلا وليس امرا. كيفكم؟ شو اخباركم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله كنتم بخير. يسعد صباحكم ويسعد مساكم باي وقت كنتوا عم تشوفوني واي مكان انتوا عم تشوفوني فيه. ميت اهلا وسهلين. بالبدايه خلونا نصلي على سيدنا محمد الف مره والف كره. هلا هذا فيديو اليوم في روتيني من الصبح للمساء بعد فنجان القهوة خلصته. يعني تقريبا انا بفيق قلت لكم بكير، بفيق من الساعة 8 بشرب فنجان القهوة، مو فنجان 3 فناجين قهوة. يعني بضل بتصفح بشوف اخبار ايش في ما في بالكوكب، ايش في ما في اخبار جديدة، ايش في ما في، يعني هيك كلياتها بتصفح. ايه وبشوف يعني ايش في ما في، كلياته بتنور على الكرة الارضية كلياتها اول شي. وبعدها بقوم بعد ما بخلص الفنجان القهوة بقوم على المطبخ بقى. يعني هون صار وقت الفطور، بنحتاج بدنا نفطر. وجي على بالي المعكرونة، من زمان ما سويت معكرونة، من قبل رمضان من هذا ما سويت المعكرونة. قلت لحالي يعني انه صار لي زمان ما سويت المعكرونة، خليني اليوم اسوي معكرونة وخليني اليوم نفطر معكرونة، لان كتير كتير طيبة يلا بهالوقت على الفطور يعني. اي والله وانا بسويها على طريقتي بتطلع كتير كتير طيبة، والولاد كتير كتير بكيفوا عليها، كتير بحبوها بهالطريقة. هلا بفرجيكم شلون رح اسويها. اول شي هلا انا شفتوا قطعت المعكرونة وسلقتها. هلا ما بسلقها كتير عشان ما تنخبص. يعني اول ما بتغلي المي فورا بصفيها بالمصفاية، وما بحط لها لا ملح ولا بحط لها زيت. هلا في انواع معكرونه والله مرات هيك بجيبها منغش فيها، ايش ما حطيت لها رح تنخبص، يعني رح تنخبص، تكون نوعيتها هي ما كويسه. حتى لو حطيت لها زيت، حتى لو شوي فترت المي، يعني انه ما غليت المي كتير او تنخبص. بقى انا يعني بحاول اني اجيب المعكرونه يعني انه يكون احسن الشي، لاني بتختلف الطعمه وبتختلف كل شيء. يعني اذا انخبصت خلص بكبها انا فورا بربطها بالكيس، ما حدا بيحسن بياكل ابدا ابدا. بس انخبصت ما بنحبها مخبوصه، بنحبها هيك تضل على حالها، يعني طبعا اطيب. اول شي سلقت المعكرونه وصفيتها وحطيت عزيه، بعدين حطيت شويه زيت بالطنجره وفرمت لها بصله. انا بحب يعني انه اقلي مع البصله، يعني الكل هيك اكيد بيعملها وهيك. إيه بقلي البصل هيك تقليه على الخفيف. بعدين بحط 3 مكعبات ماجي بدل الملح، بتطلع كتير كتير طيبة مع الماجي. هلا بعد ما حطيت الماجي هلا بحط لها كمان كاسة مي، بحط لها كاسة مي وبحط لها معلقة دبس بندورة وبحركهم مع بعضهم. بعدين بحط لها رشة نعناع، وبحط لها رشة فليفلة، وبحط لها اذا في عندكم دبس فليفلة كمان بتحطوا كمان معاه مشان يطلع اللون هيك لونه احمر. بتصير يعني لونها بشهي. وبعدين بحركها تحريكتين 3 وبصير بسرعة. يعني هي أكلة هي خفيفة نظيفة على الفطور وكتير طيبة وبتشبع. وهلا مرات أنا بعملها كمان بطريقة تانية بالخضرة. بقلي البصلة، بقلي مثلا بندورة فليفلة خضرة وحمرة. وبعدين بحط البقدونس، وبعدين بحط المعكرونة. طبعا يعني انه بحط كمان ماجي يعني ما بصيب له. بدال الملح كمان انا بحط الماجي وبقليها كمان هيك تقليبتين 3 وبتطلع ما شاء الله، بتطلع كتير كتير طيبة كمان. وهي كانت النتيجة ب10 دقايق بتاكلي أحسن أطيب صحن معكرونة للفطور. يعني مرات بنسوي للعشاء، مرات للفطور، حسب ما واحد جاي على باله. مرات ما بريد يعني ياكل شي دسم من العشاء. والحمد لله والحمد لله على كل نعمة، الحمد لله رب العالمين على عطاء ورضاه وعلى كل شي بيعطينا اياه. وهلا انا كمان بدي اسوي لهم اليوم بطاطا فروج. عم افرجيكم يعني انا تبلت بعد ما فطرت فورا تبلت الفروجة. هي فروجة ما كانت فخدات، جبت فروجة قطعتها وغسلتها غسلة كتير كتير كويسة، وصفيتها بالمصفاية وتبلتها. التتبيلة كانت عبارة عن ملح وزنجبيل وكركم ودبس بندورة ودبس فليفلة. ويعني انتي ايش في عندك يعني تبع المكونات التتبيلة بتحطي له، وبتتركي اياه من الصبح مثلا للمسا وقت ما قبل ما تساوي العشاء مشان تغب، يعني مشان تغب التبلة كلياتها. وبتطلع اطيب، بتشرب كل التبلة، بتطلع كتير كتير اطيب. اللهم صل على سيدنا محمد. واليوم كان جاي على بالي أكلة هيك، أكلة حلو، أكلة غريبة. اي والله قلت لحالي كنت ضايجة وهيك وما علي شي. بعد ما خلصت الفطور وتبلت الفروجة وهيك قمت بالبراد عشان وقت العشاء. وقلت لحالي والله جاي على بالي الغريبة.
قومي ساوي يا بنت الغريبة وإن شاء الله تطلع معي إنه طيبة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نجحت وصارت. هلا مرات ما بتنجح، هالمرة سبحان الله واحد إذا كان مروق وجاي على باله يعمل الشغلة بتطلع معه. سبحان الله. أي والله. هلا أنا حطيت للغريبة، حطيت نص كيلو سكر مطحون، وحطيت نص كيلو سمنة حيواني يعني يكون طعمتها طيبة، وحطيت كيلو طحين متعدد الاستعمالات ونوعية كويسة، والتحريكة تكون هيك على الخفيف، ما تندعك دعك يعني مثل من العجينة كأني واحد عم بدعك عجينة. لا هلا انا اكتشفت ان الحلويات كنت اول افشل فيهم، هلا انه ايش السر؟ انه الواحد ما يدعك ان تفكري حالك عم تعجني عجينة ششبرك، عجينة بيتزا ولا شي. الحلويات ما بدهم دعك، انا انتبهت وبنجح يعني الطريقة ناجحة 100%. كنت اول يعني انه فاشلة بالحلويات، هلا صار عيدين عملت ايه عن جد يعني انه ما بدهم دعك ابدا. لا شو يعني كنا اول بسوريا بس ندير على الماكينة وندير 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 وندير. إيه هلا يعني انه بس هيك المكونات حطيتهم وحركتهم حركتهم تحريكة كويسة، وبعدين حطيتهم بالبراد تقريبا نص ساعة لبين ترتاح العجينة وتفتح الطحينة، وبعدين اشتغلت فيها مثل ما لكم شايفين بسرعة يعني برمت برم ولا فتحت ولا شي. والفرن شعلوه بس من تحت، ما بده من فوق ابدا ابدا، الغريبة بس بدها من تحت وشوي صغيرة، يعني لكل صينية ما اكلت معي تقريبا 5 دقايق بس. انتوا بتطلعي عليها يعني كل واحد حسب فرنه، لانه بحسن اعطيك العيار لان كل واحد حسب فرنه. هي الغريبة بتكون حساسة يعني يكون 1 دقيق بالفرن، كل شوي واحد يطلع عليها. بالنهاية شايفين شلون طلعت، والطعمة بتجنن بتجنن يعني عن جد. بقولوا الغريب طعمتها غريبة، طعمتها غريبة. واذا بدكم اياها تطلع اطرى من هيك يعني تكون هشة اكتر من هيك، طالعيها قبل وقت من الفرن يعني. إيه انا عرفت شوي ما بحب تهرهر وقت انا عم باكل، تهرهر كلها راير. والحمد لله على عطاء ورضا، وهي صار عندي اطيب صحن غريبة لليوم. خلاص لا واحد يروح يشتري ولا شي بالبيت، الجود من موجود. ايش في عندك بتطالعي اطيب صحن حلو، ولا بس واحد يتفنن يطلع معه كل شي. هو هلا صار وقت تظبيط العشاء يعني. بتعرفوا بطاطا فرج بتاكل وقت، بقى انا قمت بكير مشان اتبلها. شفتوا انه متبلة انا الفروجة وخالصة، بس صار وقت افرم شو اسمه البطاطا واتبلت. لتتبيلة البطاطا حطيت لها كمان كركم وفليفلة، وحطيت لها ملح بس ما حطيت لها باقي ومثل ما تكون شايفين حطيت لها بصلة. بحب البصل يكون مع هيك بتطلع البصلة مشوية وبتطلع كتير كتير طيبة. وعندي قرنين فليفلة، هيك فليفلة هي الحمراء حدي جبتها كمان من السوق، قلت لحالي كمان بتطلع معها طيبة. ايه والله وحطيتها كمان، والله كتير كتير الفليفلة والبصل بطلع كتير كتير مقطبة يعني تشكيلة وهيك. وحطيت لها شوية زيت وخلصتها، وبعدين حطيتها بالفرن. انا بتاكل معي وقت بالفرن تقريبا شي ساعة ونص. بحطها على 100 مهلة انه تستوي، ما بحبها محروقة وانه مستعجلة عليها. بحطها على 100 مهلة بالفرن لوقت ما تتنهنه ويستوي قلبها مزبوط. ونحن عنا بالعيلة ما بياكلوا بطاطا فروج ولا البطاطا المقلية او فروجة مشوية الا يكون جنبها كريمة توم. وانا بعمل كريمة توم كمان على طريقتي، كمان بيطلع اطيب من جاهز والله عن جد. مو لاني انا بساويه بس عن جد بطلع اطيب من جاهز. يعني مرات بنجيب جاهز يلي انا عملته بطلع اطيب. يعني مو انه واحد انه لاني شغله ولا شي، عن جد هلا في شغلات جاهزة انت اللي بتساويها بتطلع اطيب. وانا بسوي كريمة توم بالبداية بحط معلقتين هذا كاستين مي، وبحط لكل كاسة مي معلقة عرعروط، وبحطهم على الغاز لوقت ما يتماسكوا مثل العادة يعني يتماسكوا بشكل منيح. بعدين بتركهم ليبردوا، وبعدين بستعمل مثل ما شفتوا بتكون يعني العرعروط مثلا متماسك منيح. بعدين بحط لهم معلقة لبن، وبعدين بحط لهم رشة ملح ومية ليمون، وبعدين بحط لهم سنون الثوم مثل ما شفتوا عدد منيح عشان يطلع طعمته طيبة. ايه وبحط لها شوية زيت. هلا في ناس بحطوا له بياض البيضة. ايه انا ما بحط بياض البيضة، بحط لبن وبس. هدول يعني المكونات اللي عديتهم وبحطهم بالمكسر، بضل بخفق فيهم لوقت ما يصير مثل الكريمة، كريمة التوم عرفتوا. ايه والله ولوقت ما بتدوقوها يعني بتشوفوا ايش ناقصة ملح ناقصة حمض. ايه انا بدوقها يعني بحط على التعيين. ايه وبعدين بدوقها شوي شوي لوقت ما يصير طعمتها نظامية اللي بدي اياه انا.
وما بصير بلا صحن سلطة. تخليني كمان افرم السلطة واجهزها، وعم بفرم معها كمان بقلي. بقول البقلي كتير كتير مفيدة، كتير مفيدة للجسم، وفيكم تبحثوا عنها كمان، كتير صحية. اي والله يعني هلا ما بصير بلا التبولة، ما بصير بلا السلطة، ما بصير بلا الفتوش، لازم يكون كل سفرة. يعني سبحان الله الحمد لله ما بنحسب لها الخضار. واكتبوا لنا صبايا ايش في عندكم نوع خضار هيك يكون صحية، اكتبوا لنا اياها مع اسمها مع فوائدها كمان، يعني اللي بتعرف. وبقولوا انه البقلة كمان قال كويسة للدايت للريجيم. يعني كمان قال في ناس مثلا انه يعملوها بس سلطة على طاقة، يعني عطاء البقلة على طاقة مثلا، انه للريجيم كتير كتير كويسة. بقى احكولي انتو مزبوط هذا الكلام ولا انه بس حكي انترنت وهيك حكي ناس انه مين جرب للريجيم اني مثلا بتنزل من الوزن؟ احكولي مين المجربة. ان شاء الله اهم شيء الوزن، انه اهم شيء الوحدة بس تفكر بوزنها. بس انا بقولكم ايش اللي بنزل الوزن؟ الوزن بنزله الرياضة وقلة الأكل. كمان واحد ياكل وبعدين يقول ما بينزل وزني، يعني كمان لازم الواحد يخفف الأكل ويكتر الرياضة. هيك أنا برأيي، يعني أكيد رح يستفيد أكتر. صح ولا مزبوط؟ هي لازم أكتر شي الوحدة الحركة، يعني مو تضل مثلا عادي ما تتحرك وتقول ما بينزل وزني ونزل أكل، ما راح ينزل وزنك. هيك قومي اتحركي واشتغلي وخففي شوي أكلك بيمشي الحال. صح ولا غلط؟ كتبولي إذا صح ولا غلط. ايه صبايا احكولي مين جهز المونة هلا الصيفية اللي نازلة. هلا نزل شفتوا اليبرة، نزل الشوكي، نزلت البازيلا. انا موت بازيلا بس لسه بدي اكمل فوقها. نزل الورد تبع مربى الورد. والله عنا يعني هلا المونة كتير غالية. يعني عنا اليبرة الكيلو ب100، وعنا الورد الكيلو 175، وعنا الشوكي الوحدة ب35. والله لسه ما مونت، والله لسه بس انا بركي بينزل ما نزل بدنا نمون على قدنا شوي واحد مون ورب العالمين. يعني الله ما بيقطع. والله في ناس ما بتمون تقول لك لا ايش يعني خلاص بكره ايش بيجي بتشتري بناكله، بس يعني ما بصير بلا المونه. يعني مثل هلا اليبرق بكره بيجي بشتى لسه اغلى. هدول الاكلات ما في منهم، بس الشوكي ما بلتقى مطربات بس ايش يعني كم حبه. ما مثل هلا يعني بتموني مثل عادي. الورد كمان بتشتري مطربانات ما بيتاكل، بدك كل شي على ايدك اطيب واوفر ونو ابرك. سبحان الله فيه بركه اكتر. هلا بعد ما خلصت الفرم كلياتهم طبعا ما فرمت كل جميع، فرمت بس شي يعني واحد على قده للعشاء. يعني هدوليك هلا بحطهم البراد الباقي الخضرة هيك على حالهم. يعني انا غسلتهم كلياتهم صفيتهم وبحطهم البراد ما بصلن شي، بضلوا عندي يومين 3 وانا عم بفرم سلطة وما بصلن شي. يعني واحد بفرم سلطة على قده لانه واحد بيطلع تازة غير. ايه وحطيت للسلطة مثل ما تكون شايفين، حطيت لها ملح وحطيت لها فلفل رش، وحطيت لها ليمون. هذا بالقنينة ليمون انا عصرته ليمون طبيعي، وحطيت لها زيت وملح ونعناع. وانا بحب مع دبس رمان. مين بحب كمان مثلي دبس رمان؟ ما كل مرة انا بحط دبس رمان، مرات بحط يعني حسب المزاج. يعني كل واحد مرات مثلا مو جايبه احط دبس رمان، مرات بحط لها دبس رمان. وهيك كانت السلطة كانت جاهزة، وهذا العشاء خالص كمان يعني طلع شي بشهي عن جد. ولهون يكون خلص معنا العشاء وخلص معنا الفيديو، وان شاء الله يكون عجبكم كلياتكم. اكيد بتمنى انه يعجبكم يلي انا عم بنشره ويلي انا عم بعرضه. وان شاء الله بالايام الجاي كمان يعني انه الواحد كل ماله بتعلم كل ماله يعني بشوف الافضل والاحسن حتى ينشره. انه الواحد شوي ان شاء الله وتعالى بتعلم وبنزل شغلات احسن واحسن ان شاء الله يا رب. يلا صبايا بحمى الله، باي باي، سلامات.